عشان تقيم القهوة اللي انت بتقعد عليها، اوعى تقيمها من القهوة نفسها، يعني من الكراسي مريحة او المكان حلو او الكلام ده كله. لا، سيبك من ده كله. القهوة عشان تقيمها صح بتقيمها من القهواجي اللي شغال فيها. فهقول لك كام نوع كده ابعد عنهم خالص. يعني اول حاجة القهواجي اللي هو الحساب او الرياضة اللي خدهم في المدرسة، بيخلوه يجمع اي رقمين بفلوس مجمدة. يعني قهوة 10، ينسون 6، 20 جنيه. ليمون 7 وكركديه 8، 20 جنيه. طلعت حجرة 15. خدت حاجة تاني؟ ما خدتش. 20 جنيه. فانت ابعد عن القهوة دي، لان ده بيسوحك ان انت ساعات مثلا بتبقى ظابط الباقي اللي هتروح بيه على المش عارف ايه. او مثلا غير كده بتبقى نفسك تبقى شهم، واللي هو يجي يديك الباقي، فلا خلاص خلي يا عم حسين واحد بس، ما بدلكش فرصة تعمل اي حاجة. فهنبعد عن القهوة دي خالص. طيب تاني نوع القهوجي اللي هو لما بيعرف من صحابك ان انت شوية وجاي، بيقول لهم طب كلموه شوفوا يشرب ايه. طب لما يجي يا عم حسين، لا مش لسه هيجي بقى ويقعد ويحط سجايره ويسلم ويعمل، شوفوه يشرب ايه دلوقتي. فبتقعد وبتشرب، يجي لك مثلا بعدها مكالمه تقوم ترد عليها، ترجع تقعد تاني يقول لك تشرب ايه. تبقى تتفرج على الماتش وشربت الشوط الاول، والشوط التاني هيبدا يجي لك جري سبرنت صعب على مبابي، ناس يقول لك تشرب ايه بسرعه. ما انا شربت الشوط الاول ليه بسرعه يا عم حسين؟ انا مش نازل الشوط التاني، مش عايز باور، انا قاعد بتفرج مش شاشه. لا لا، لازم تشرب حاجه. لان الشوط التاني بيقول لك المدرب كده هيعمل تغييرات هتقلب الماتش وبتاع، فلازم مش تسخن معانا، جايب لك حمص شام. فابعد برضو عن القهوه دي خالص، لان القهوجي ده مقرف وبيدخلك في بتاع 70 75 جنيه وانت ما عملتش حاجه.